السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم جيتكم بتدبيرة بزاف منا اللي شراو هذا النوع من الطواجن تاع المصانع وتفلقوا معاهم او تكسروا معاهم بعد خبزة ولا زوج. اليوم جبت لكم الطريقة الصحيحة اللي نديروا بها هذا الطواجن باش يبقاو معنا الاطول مدة بلا ما يتكسروا. ما تنساوش الجيم البنات والبارطاج للفيديو باش يلحق اكبر عدد من الناس. وهيا معايا نروحوا ان شاء الله نشوفوا تدبيرتنا لنهار اليوم. بسم الله. بالنسبه للطاجين كيما شريتو البنات راهو العاده في الكرتون. هذا النوع من الطواجن البنات ملاح، الباطه الرشمه تاعهم تجي مليحه، لكن نصيحه كي تعودوا رايحين تشريوهم البنات راقبوا مليح الطاجين هذاك، شوفوا الرشمه تاعو لا كان قد لكن هو قلبوه من تحت، لكن ماشي معوج، لكن قد هكا لا، باش كي تديوه للدار البنات تديوه بالضمان. يعني تعرفوا هادو تاع المصانع يجيو فيهم ديفوات، فراقبوا مليح حتى تشوفوا بلي طاجين هذاك مليح فيه كل شيء ما معوج ما والو، الرقمه تاعو مليحه يعني اشريوه. اول حاجه واش نديروا البنات، راح نجيب هنايا البنات الباسينه، راح نحط فيها الطاجين تاعي كيما راكم تشوفوا. نحط تكون هذه الباسينه غامقه شويه لانه رايحين نعمروها بالماء. نحط الطاجين تاعي كيما راكم تشوفوا وراح هنايا نعمرو بالماء، يعني نغمرو بالماء حتى يتغطى لي طاجين كامل بالماء. كاين بزاف اخوات تشتكاو من هذا النوع من الطواجن، كيشريوهم البنات يخبزوا عليهم خبزه زوج ثلاثه يتفلقوا وحديهم، يعني يتكسروا على زوج، يعني يتكسروا من تاني ولا ثالث استعمال. فهذا التدبيره كي ديروها له يعني يقعد معاكم الاطول مده عن تجربه، يعني ما يتكسر معاكم، ما يحول ما يزول، يقعد معاكم الاطول مده. بعد ما غمرت الطاجين تاعي بالماء، دوك نقرب لكم شوفوا البنات كيفاش الماء بدا يبربج ويدير واحد الحس، تسمعوا هذاك الطاجين باللي راهو يشرب في الماء كيما راكم تلاحظوا. شوفوا اخواتي، هنايا نحطه في مكان باش يعني ما يتكسر ليش، ونخليه يبات ليله كامله في هذاك الماء، يتشرب مليح الماء البنات ليله كامله. انا هنايا درتو في العشوه حتى لتاني نهار دركا الصباح راح نحيه من الماء، يعني بيتو في الماء. بعد ما نحيه من الماء البنات راح نخليه يقطر وينشف معايا تماما. يعني لهنايا شوفوا كيفاش راهو يعني مشبع بالماء. انا واش ندير، مش مباشره نمر للخطوه الثانيه، نخليه البنات بصح نوقفوه، لازم توقفوه بهذه الطريقه باش يهبط كامل الماء اللي فيه وينشف، يولي يعني ناشف كامل من هذاك الماء اللي بات فيه. طبعا يولي اللون تاعو كيما كان كي شريناه البنات، يعني يولي اللون تاعو فاتح، تلقاوه الشاح معاكم تماما. في هذيك المرحله عاده نروحوا للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها هي البنات الزيت، رايحين ان شاء الله ندهنوه بكميه مليحه من الزيت، ودوك ان شاء الله تشوفوا معايا خطوه بخطوه. بارك البنات ما تنساوش ديروا لي جيم وبارطاج للفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس. كذلك نحب نرحب بكامل اخواتي انضموا لقناتي جديد، واللي يزوروا قناتي اول مره نقول لهم ما تنساوش الاشتراك تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناه ان شاء الله. نجيب هنايا الزيت البنات، كاين اللي يحبوا زيت زيتون ولا يديروا زيت سونغو، الاختيار يرجع ليكم. تعرفوا برك البنات زيت زيتون من بعد كي نحطوه فوق النار راح يدير دخانه عجيبه غريبه هكا، باش تكونوا في بالكم برك. دهنتو مليح البنات كيما راكم تلاحظوا، شوفوا من وجهه دهنتو مليح حتى بين هذيك الرشمه، بين الحراف تاع الرشمه هذيك نخلي الزيت يدخل تم مليح، يعني ندهنو دهنه مليحه. نزيد نقلبو على وجهه ونزيد طبعا هنايا ندهنو تاني دهنه مليحه، يعني ندهن ونعاود نخليه يشرب لي كميه مليحه من الزيت كما راكم تلاحظوا. على الاطراف من تحت في الوسط من داخل دهنوه المهم مليح. هذا راح يخليه يشبع الزيت البنات، ويعني يشرب معكم كميه مليحه من الزيت، يعني من بعد كي تعودوا طيبوا فيه الكسره ولا يعني ما يخسر معكم ما والو. هنايا بعد ما دهنتو راح نزيد البنات نقلبوا باش تشوفوا معايا مليح. شوفوا دهناه مليح من داخل ومن برا. هنايا راح نخليه مده نص ساعه حتى الساعه يشرب شويه الزيت. من بعد نحطه على نار تكون قليله متوسطه لقليله البنات، ما تحطوش على نار تكون عاليه بزاف، نحطوه على نار تكون قليله ونخليوه. بعد ما تحطوه على نار وبدا يسخن، شوفوا البنات كيفاش تلاحظوا باللي راه بدا يغلي هذاك الزيت اللي كنا حاطينه. شوفوا يعني زيت وماء، يعني الرغاوي هادو كامل راحين يخرجوا، يعني يتبخروا كما راكم تلاحظوا. يعني تلاحظوا باللي الزيت هذا كامل اللي حطيناه راح يولي يبربش كما راكم تشوفوا. على نار قليله ونخليه حتى ينشف تماما من هذا الزيت، وراح تلاحظوا باللي الطاجين تاعكم ينشف فوق النار.
يرجع للون تاعو فوق النار. دوك تشوفوا معايا خطوه بخطوه. شوفوا اخواتي كيفاش عاودت صورت لكم لهنايا كيفاش راهو يغلي وراهو يدير في الرغوه هذيك. نخليوه كيما راه على النار قليله. برك البنات نعطيكم ملاحظه باللي راه يدير دخانه عظيمه. وحده تكون الكوزينه تاعها مغلوقه ما ننصحهاش دير هذه العمليه في الكوزينه. ديروها في بالكون ولا ديروها في سطح برا خاطي الكوزينه. وقفلوا عليه خليوه حتى ينشف تماما من هذاك الزيت. راح تلاحظوا شوفوا البنات هنا ديجا بدا ينشف معايا على الاطراف. راح يقعد معاكم في الوسط برك الزيت، يعني الزيت هذا كامل راح يتلم في الوسط. وهذا مكان تخليوه على نار قليله كما قلت لكم حتى ينشف كامل البنات الطاجين تاعكم من الزيت، وتقدروا تطيبوا عليه في نهارو. برك البنات كي تبداو تطيبوا فيه المره الاولى بالك يبقى يخرج لكم شويه دخانه لانه الزيت يبقى يعني فيه. من بعد راح يولي عادي ما يدخن ما والو، يبقى معكم الاطول مده. كانت هذه تدبيرتنا لنهار اليوم. جربوها البنات راهي مضمونه مجربه 100% الصالحه باذن الله، وما راحش يخسر معكم طاجين وما يتفلقش معكم ان شاء الله. نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.